عارف انت احساسك لما تكون رايح حجز خماسي مع جماعة اصحابك، وعارف ان العيال اللي انت هتلعب معاهم دول عيال فقر، وبيحفلوا على اي حد بياخد كوبري ولا يترقص ترقيصة مش ولا بد، ويبقى في الفرقة اللي قصادك لاعب قرن كده بتاع سبعات وتمانيات، وتبقى كل واحد فيكو خايف يدخل عليه، لا يلبس بقى في كوبري على السريع ولا يزحلقه ولا يعمل فيه حاجة كده يهينه كرويا زي ما بنقول. او ده احساس اي مدافع لعب قصاد كابتن حماد عبد اللطيف. كان بيبقى ليلة سودة لما حد يدخل عليه، لانه عارف بمنتهى البساطة ان الراجل ده هيرقصه بكل المقاييس. الاحساس اللي انت بتدخل بيه على كابتن حماده، بص اللاعب ده بيعمل ايه، هشوطك، ماليش حل معاه غير اني اشوطك. وزمان كان اللعب في افريقيا صعب، دلوقتي في حمايه كتيره للعيبه يعني. كابتن حماده عبد اللطيف حاوي الكره المصريه، وكلمه حاوي كده احنا عارفينها ان الراجل كده اللي بيقعد يرقص الافاعي على مزماره ويسيطر عليهم ويخليهم في حاله دروشه كده ويسمعوا كلامه. او كلمه حاوي دي متفصله على الراجل اللي قدامكم ده. كابتن حماده عبد اللطيف من احرف الناس اللي جت في تاريخ كره القدم على الاطلاق. كنترول مش طبيعي على الكوره، حرفنه عاليه جدا، اسلوبه في التعامل مع الكوره والسيطره عليها. لعيب من ضمن عيوبه ومميزاته انه كان مزاجنجي قوي، بيلعب لمزاجه، بيلعب للمتعه. يعني ساعات يبقى مش منضبط تكتيكيا، ساعات ما يبقاش ملتزم بالدور الدفاعي، ساعات يبقى فردي واناني قوي، فالمدربين يشدوا في شعرهم، لكن هيمتعك، هتشوف منه اجمل كوره. يمكن فرديته دي في بعض الاحيان خسرته كتير جدا، منها الفتره اللي كان متالق فيها في اواخر الثمانينات سنه 88 و89، ومصر وصلت لكاس عالم وكابتن الجوهري ما خدش كابتن حماده عبد اللطيف المنتخب. ودي كانت كارثه من الكوارث بالنسبه له، ويمكن اثرت في تاريخ حياته كلها، لان كابتن الجوهري من الناس اللي بتعتمد على كل اللعيبه المنضبطه تكتيكيا واللي بتلعب جماعي مش بتلعب فردي. وكابتن حماده كان يعيبه سنه الفرديه العاليه دي اللي ساعات كانت بتعمل مشاكل مع المدربين. لكن هو كلاعب انا متاكد ان اللي اتفرج على كاس عالم 90، كابتن حماده لو كان موجود في البطوله دي كان يمكن يأثر بشكل ايجابي جدا مع منتخب مصر، زيه زي كابتن طارق ابو زيد برضه اللي اتحرمنا منه الا من ربع ساعه. كابتن حماده تتفرج على الكره في رجله، تحس ان انت بتتكلم على واحد في قليلين قوي لما تلاقي ان حد شبههم. يعني احنا عندنا في مصر مع تعاقب الاجيال اللي اتفرج على كابتن محمود عبد الحكيم، في شويه من كابتن حماده في السيطره، لعيبه كره شراب، لعيبه كره صالات. عندنا في الجيل الحالي احمد عبد القادر في الاهلي بص الحركه دي احمد عبد القادر في الاهلي نفس الستايل كده، قريب منه. بس كابتن حماده بارع، قراراته رائعه، وبيعرف هو بيعمل ايه بالظبط، احساسه بالمكان والزمان ممتع للعين. يعني كل اللي بيتفرج على الكوره عارف كويس جدا ان الراجل ده مبهر. خساره ان احنا اتحرمنا من حاجات كتير جدا كان ممكن يضيفها للكره المصريه لو كانت الدنيا مشيت معاه بشكل مختلف. لكن في كل الاحوال الفرجه على كابتن حماده والمتعه للعين اللي انت بتشوفها منه يستاهل قوي قوي ان انت تشوف حلقه كبيره تعدي 12 13 دقيقه للراجل الممتع ده، اللي انا ما اظنش وانت بتتفرج ان انت تمل او تخرج من الفيديو الا لو ازعجك صوتي انا يعني لكن المتعه الحقيقيه اللي انت بتشوفها على راجل، مع قله المواهب اللي في الكوره دلوقتي، بقيت بتتحسر على النوعيه دي من الناس والابداع والمتعه. كان في لعيب في البرازيل اسمه دي نيلسون،
نفس الكاركتر كده بتاع كابتن حماده، بس هو كان اشول يعني، ما بيلعبش برجله اليمين. برضه كان نفس المزاج في اللعب والمتعه والكنترول العالي على الكوره. كل اللي اتفرج على كابتن حماده من الزملكاويه، يمكن في ناس كتير بقت زملكاويه بسبب كابتن حماده عبد اللطيف. وتعالوا كده نستعرض مع بعض يعني حاجه كده اشبه بتوثيق تاريخه، ونبدا من بدا ازاي ولعب كره ازاي وبدا فين، وتاريخ كابتن حماده كله نستعرضه مع بعض. لو تتبعنا كده السيره الذاتيه بتاعت كابتن حماده عبد اللطيف، هنلاقيه من مواليد القاهره. اتولد في 22 مايو سنه 1963 من اسره قاهريه اهلاويه تنتمي لمركز كفر صقر بمحافظه الشرقيه. وزيه زي اي لعيب صغير في الفتره دي كان بيلعب الكره الشراب في الحواري في شوارع بين السرايات. ابدع بقى وموهبته بانت قوي انها موهبه فذه في المراوغه، خلته حديث كل جيرانه واهالي منطقته، اللي كان بينهم شخص يدعى محمود فوزي يعتبر خاله على اللي انا سمعته يعني. كان بيلعب في الزمالك في الوقت ده، وكان صاحب اخو حماده الاكبر هشام، وعرض عليه الذهاب لاختبارات الزمالك. وبالفعل حماده رحب وراح مدرسه الكره في الزمالك في تقريبا العام 77. كان عمره ساعتها ما يتجوزش 14 سنه. المشرفين على الكوره في الاختبارات كان كابتن حسن كركره والاداري ابراهيم حافظ. انبهروا بموهبته، خلوه وقعوا معاه عقود على طول انضمامه للزمالك، ولعب تحت فريق 15 سنه. وبدأ بقى صيته يعلى في النادي للدرجه اللي جعلت الراحل محمد حسن حلمي يصحى بدري من النوم ويروح للنادي عشان يشوف مباراه فيها حماده عبد اللطيف ويستمتع بالموهبه دي. ومن كتر الانبهار بيه زمايله في الفرقه اطلقوا عليه لقب الحاوي، وفضل اللقب ده ملازم ليه طول حياته ولحد النهارده. اول حاوي في مصر هو حماده عبد اللطيف. في لعيبه كتير بعد كده اشتهروا باللقب ده، لكن اول لقب كان لكابتن حماده عبد اللطيف، وكان اشتهر بيه على يد الناقد الزملكاوي المعروف كابتن محمود معروف، انه كان مميز عشان هو كان الطريقه بتاعت لعبه اسلوبه حاجه كده تخطف العين يعني، لانه كان لاعب استثنائي. لعب للفريق الاول وهو في سن تقريبا 19 سنه، وكان اللاعب الوحيد من جيله اللي يوصل للفريق الاول على يد المدير الفني اليوغوسلافي في سوفيتش، وكان سنه 82 الكلام ده. لعب بقى جنب عظماء في الزمالك، كابتن حسن شحاته، كابتن فاروق جعفر، كابتن محمود سعد، كابتن محمد صلاح، كابتن ابراهيم يوسف الله يرحمه، كابتن مجدي شلبي، كابتن احمد عبد الحليم، وغيرهم من الناس اللي امتعت الجماهير بابداعهم يعني. الحاوي لعب اول مبارياته امام المنيا في مباراه انتهت بالتعادل، وطلعت ساعتها من شتات الصحافه كلها مندهشه من اللاعب الصاعد ده ومن موهبته اللي ملهاش مثيل. فضل عطاؤه مع الزمالك وشعبيته بتزيد، وحصد مع الزمالك بطولات كتيره، منها بطوله الدوري وبطوله افريقيا للانديه ابطال الدوري في عام 84 مع كابتن ابو رجيله واحمد رفعت، وبطوله افريقيا للانديه ابطال الدوري 86 تحت قياده مستر باركر الانجليزي واحمد مصطفى ومحمود سعد. سنه 88 كان عام استثنائي للزمالك وللحاوي بالخصوص. الزمالك حصد فيه الدوري والكاس الافرو اسيويه وكاس الاستقلال بقطر مع عبد العظيم عصام بهيج ومحمود سعد والخواجه. كابتن عصام بهيج كمان كان حاجه رائعه. وحصل الحاوي على لقب افضل لاعب مصري في السنه دي،
والسنة دي كانت حصلت المشكلة الكبيرة بتاعت هجوم الجماهير وعلى الكابتن محمود الجوهري عشان ما ضمش حمادة عبد اللطيف للمنتخب. ويقال ان الكابتن الجوهري ظلم كابتن حمادة ظلم باين في موضوع عدم الانضمام ده، لانه اترتب على ده انه ما لعبش كاس العالم 90. كان فاكرين الهتاف الشهير ساعة استاد القاهرة لما الجمهور بتاع الزمالك فضل يقول ليه يا جوهري ليه يا حماده عمل لك ايه، كانت جمله مشهوره جدا. لكن للاسف هو كابتن الجوهري كان عنده حاجات كده، قواعد معينه في نوعيه اللعيبه اللي بتلعب معاه في المنتخب. وكابتن حماده طريقته في اللعب ممكن ما كانتش تتناسب مع الكابتن الجوهري والطريقه اللي بيتعامل بيها. كابتن حماده بعد المشهد ده تقريبا حصل عنده حالة ضيقة وإحباط وما قدرش يكمل في مصر. سافر عمان تقريبا ولعب هناك سنة وخد أحسن لاعب محترف في الوقت ده. بس دايما كابتن حماده لاعب مزاجي، ما فضلش كتير في عمان رغم المحاولات المستميتة والعروض الخيالية اللي اتعرضت عليه. حاول يرجع الزمالك بعدها سنة 92 بس ما كانش في فرصة انه يرجع. كان الفريق بيدربه الاسكتلندي ديفيد ماكاي ومعاه فاروق جعفر، وكان وقتها صاعد رضا عبد العال متألق بشدة ولفت الأنظار. كان تقريبا قرب يعتزل الكابتن حماده لولا الكابتن عصام بهيج اللي يعتبر الاب الروحي للحاوي واللي اقنعه بالاستمرار، وضمه لفريق النجم اللبناني في 92 وكان هو بيشرف على تدريبه يعني. وفضل الكابتن حماده في عاصفه من الترحاب والحب من اللبنانيين اللي عشقوا الكره لعشقهم لحول الكره المصريه. كان اخلاقه عاليه جدا وشخصيه محترمه جدا. بعدها رجع كابتن حماده لمصر واعلن اعتزاله الكوره واختفى بقى، بعد عن الاضواء وما بقاش بيظهر كتير في الاعلام. احنا قدام موهبه انا شايفها موهبه استثنائيه، كانت ممكن تاريخها وانجازاتها تكون اكبر من كده بكتير. لكن دايما الكوره، انا بقول ان الكوره وامتداد الكوره ونجاحك في الكوره بيعتمد على حاجات كتيره جدا مش بس مهارتك. الكوره فيها أولويات كتير وحاجات كتير لازم تتحط فيها، الالتزام والانضباط التكتيكي والاستمرارية والوعي بان انت عايز ايه بالظبط. في ساعات بيحصل لك دروبات وفي لعيبة ما بتقدرش تكمل وفي لعيبة بتكمل، لكن اللعيبة الأساطير الممتعين الحريفة حتى لو كانت إنجازاتهم في الكورة أو استمراريتهم مش كتير دايما بيفضلوا في الذاكرة عالقين، محدش بينساهم. واحنا النهاردة حبينا نلقي الضوء على حاوي الكرة المصرية الراجل الممتع كابتن حمادة عبد اللطيف. وانا سعيد ان عملت الفيديو ده لان انا من الناس اللي انا رغم اني اهلاوي كبير قوي لكن دايما بحب كابتن حمادة عبد اللطيف. ربنا يبارك في عمره ويبارك في صحته يا رب. تحياتي.